مرحبا بكم في قناة مستر دوم. اشترك بالقناة لمتابعة كل ما هو جديد. قصتنا النهاردة بتبدأ في وسط نهر واسع وهادي، وفي كذا سفينة شايلة علم أمريكا بتشق المية وبتمشي ورا بعضها في اتجاه مكان واحد. والسفن دي مش مركبات عادية، لا دي قوات إنقاذ تابعة لوكالة ناسا، ومبعوتين في مأمورية مستعجلة علشان يلحقوا رائدة الفضاء سام، واللي لسه راجعة للأرض حالا في ظروف غامضة جدا. وسام وهي نازلة بالمركبة بتاعتها الاتصال اتقطع فجأة مع الأجهزة، واللحظة الكل حبس أنفاسه وما كانش في أي حد عارف إذا كانت البنت طلعت عايشة من الرحلة دي ولا ماتت. ومن حسن حظها الكبسولة بتاعتها بتتحدف في المية بدل اليابسة، وفريق الإنقاذ بيوصل لها على آخر ثانية. ورجالة الإنقاذ بيكسروا باب المركبة وبيلمحوا حاجة غريبة تقلق. القناع بتاع الأكسجين ما كانش فيه خدش بسيط، لا ده كان متدمر ومفروم بالكامل. والمشهد ده بيبقى بداية لكابوس مرعب وغامض ملوش آخر. وسام بتفتح عينيها وبتفوق جوه أوضة مستشفى، وبتتحط تحت حجر صحي مشدد كإجراء روتيني بيتعمل لأي رائد فضاء بعد ما بيرجع. وفي الأول الجو بيبان عادي جدا، ولكن بمجرد ما البنت بتصحى بتمر بموقف مش قادرة تفسره، وفي قلم محطوط جنبها بيبدأ يترفع في الجو ويطير لوحده وكأنه بيكسر قانون الجاذبية تماما. وسام بتقعد تبص للقلم وهي مش مصدقة اللي بيحصل، وبتتجنن جدا من المنظر. بس الدكاترة أول ما بيمسكوا أكرة الباب وبيدخلوا الأوضة، القلم بيقع في لحظتها على المكتب وكأن مفيش أي حاجة حصلت. والبنت بتحاول تحكي لهم عن اللي شافته، بس الدكاترة بياخدوا كلامها بضحك وبيستخفوا بالموضوع، وبيقولوا لها إن ده مجرد زغللة وقلة اتزان بعد رجوعها من الفضاء، وإن جسمها لسه بياخد على الجاذبية بعد الفترة الطويلة اللي قضتها وسط انعدام الوزن. والدكاترة شايفين إن ده شيء طبيعي جدا، ولكن سام بتبقى متأكدة إن في حاجة غلط. وأثناء الفحص الطبي الدكاترة بيقعدوا يستجوبوها عن الدقايق الأخيرة قبل الهبوط، وسام بتأكد إن كل حاجة كانت ماشية 100 وإنها استلمت النقط والإحداثيات المظبوطة من المحطة وبدأت تنزل. وفجأة الإشارة ضاعت والخط قطع، والبنت مش بتفتكر أي حاجة بعد اللقطة دي، وكل اللي في دماغها إنها غابت عن الوعي قبل خبطة المركبة. والدكاترة بيخمنوا إن الخوذة بتاعتها أكلت ضربة من حطام نيزك مثلا، بس حتى هما بيتكلموا بيبان على وشهم إنهم بيفتوا ومش متأكدين من كلامهم. وبيقوموا باعتين البدلة للمعمل علشان تتفحص أكتر، ومش بيدوا لها أي كلمة مفيدة دلوقتي خالص. وبعدها عيلة سام بتوصل للمستشفى والجو بيبدأ يهدى وبيدخل فيه الدفى، وفي بنت صغيرة اسمها إيزي ودي تبقى بنتها، والراجل اللي اسمه مايك يبقى جوزها، وبيبقوا واقفين جنبها وبيرجعوا لها روحها من تاني. وأبوها ويليام بينضم ليهم هو كمان، وبيبان من هيبته إنه راجل واصل وعنده منصب تقيل في البلد. بس بدل ما يطمن بنته الراجل بيصدمها بأخبار بتعقد الموضوع زيادة. وويليام بيبلغ سام إن البنتاجون حشر نفسه في القضية وبقى شغال مع ناسا في التحقيقات، لأن الأجهزة لقطت ترددات غريبة ومشفرة وقت نزولها، والترددات دي ملهاش أي علاقة بالتكنولوجيا البشرية. وعلشان كده سام بتتنقل لبيت معزول تحت حراسة مشددة من الحكومة، وهتفضل هناك تحت عينيهم لحد ما تخف على الآخر. والبيت اللي بياخدوها ليه بيبقى واقف لوحده في حتة مقطوعة وفاضية، ومفيش جنبه أي جيران أو حس بشر، والمكان بيبقى هادي هدوء غريب يقبض الصدر. وفي دكتورة مخصصة لمتابعة حالتها اسمها ميشيل بتاخدها في جولة جوه المكان، وبتفهمها إن البيئة دي معمولة مخصوص علشان راحتها وفترة النقاهة بتاعتها. ولكن في تفاصيل صغيرة بتبدأ تظهر وتثير القلق. وفي تلسكوب محطوط في البلكونة، والمفروض إنه محطوط علشان يسليها ويفكرها بالفضاء اللي جت منه. وسام بتبص من التلسكوب ده وفجأة بتجيلها خبطة صداع قوية جدا، وبتشوف لقطة مشوشة وسريعة لحاجة مش قادرة تستوعبها بالكامل. وميشيل بتتعامل مع الموضوع ببساطة، وبتقول إن ده مجرد عرض جانبي طبيعي، وبتنصحها إنها ترتاح شوية. بس الكلام ده مش بيهدي الشك والقلق اللي عمال يكبر جوه سام. وفي وقت متأخر من الليلة دي سام بتقيس درجة حرارتها وبتلاقيها عالية جدا، فبتحط إيديها على قورتها وبتلاحظ إنها بتغلي نار. وبعدها بتلمح علامة سودة غريبة على إيديها، وبتبدأ تفتح الشنط بتاعتها وتطلع حاجتها. وفجأة في الوقت ده بينزل من مناخيرها دم، وفي اللحظة دي صاحبتها الانتيم فال بتتصل بيها وبيقعدوا يدردشوا مع بعض شوية. وسام بتجيب سيرة الأعراض اللي حاسة بيها، ولكن فال بتحذرها وبتقول لها تخبي وتخفف من الكلام عن التعب ده علشان الدكاترة ما يستبعدوهاش من الرحلات والمهمات اللي جاية. وسام وهي بتتكلم في التليفون بتلمح حركة جنب الشباك وانتباهها بيتشتت، ولما بتبص تاني مش بتلاقي أي حاجة، فبتقفل السكة وبتقفل الباب وراها. وفجأة النور بيبدأ يرعش وبيطلع صوت عالي وقوي من أوضة تانية، وسام بتروح
بتتحرك علشان تشوف في ايه، وبتلاقي تراب على الارض وفي كرسي مقلوب، فبتترعب من المنظر وبتطلع بره البيت وبتجيب طوبة وبتحدفها في اتجاه الغابة وبتمشي وبتدخل جوه اكتر، وفجأة بتبدأ تطلع اصوات صريخ حادة وعالية وبترجع تجيلها نفس الهلوسة المنورة القوية، وبتشوف مكان مليان نور ومخلوقات بتخبط في بعضها وبتغيب عن الوعي ومش بتفوق غير تاني يوم الصبح وهي في سريرها. وسام بتبص على ايديها وبتلاقي العلامات السوداء بدأت تزيد وتفرش اكتر، فبتحاول تطنش الموضوع وتروح تجهز الفطار، وفي بيضة من البيض المحطوط على الرخامة بتترفع في الجو لوحدها، فبتمد ايديها وبتمسكها علشان تتأكد انها حقيقة مش حلم. وفي اللحظة دي الباب بيخبط، وميشيل اول ما بتفتح الباب وبتدخل البيضة بتقع من ايد سام وبتتكسر، والبنت بتلم الحتت وبتنظف المكان بسرعة وبتروح علشان تعمل الفحص اليومي بتاعها. وبعد شوية ميشيل بتعتذر لها عن صعوبة الفحوصات وبتناقشها في موضوع الهلوسة وبتعرض عليها مشروب طاقة، وسام بتمشي ورا نصيحة صاحبتها وبتكذب عليها وبتقول لها انها بقت احسن بكتير، وميشيل بتبتسم وبتطمنها انها قريب جدا هتاخد اذن وتصريح علشان تطير في رحلة جديدة. وبعد ما الفريق الطبي بيمشي سام بتتصل بمايك وبتعرض عليه ان العيلة تطلع رحلة مع بعض اول ما الفحوصات بتاعتها تخلص، ولكن مايك بيرفض وبيفكرها انهم في مرحلة طلاق وان الحركة دي هتشتت البنت الصغيرة ايزي. وسام بتتحسر وبيزعلها الكلام ده، فبتجادل معاه وبتقول له ان مأموريات الفضاء بتاعتها مهمة وليها قيمة زي العيلة بالظبط، لكن مايك بيفهمها انها طول عمرها غايبة اساسا ومشغول عنهم، وبيكشف لها انهم كانوا متبنيين ايزي على امل ان وجود طفل يقربهم من بعض، ولكن مفيش اي حاجة اتغيرت. وفي الوقت ده ايزي بتظهر في المكالمة علشان توري سام لوحة رسمتها للعيلة، والمكالمة بتخلص وبتسيب سام مكسورة ومهزوزة من جوه، ومن كتر الضيق سام بتخرج تتمشى والهلوسة بترجع لها تاني مع صداع جديد، فبتبص تحت رجليها وبتلمح اسلاك مرمية على الارض، وساعتها الشك بيملاها وبتمشي ورا الاسلاك دي، وتحت صخرة بتلاقي كاميرا مستخبية، والبنت بتستوعب ان المنطقة دي كلها تحت المراقبة ومتشافة، وبتفضل ماشية ورا الاسلاك وبتكشف كاميرات تانية مستخبية، وهي راجعة في الطريق بتقع وبتتكعبل في الارض ومش بتفوق غير وهي في سريرها والقائد بتاعها واقف جنبها وبيقول لها انهم لقوها مغمى عليها في الارض، وتحت في الدور الارضي بيبقى ابوها ويليام مستنيها. وسام بتشتكي له من الكاميرات والمراقبة دي، وويليام بيشرح لها ان البيت عبارة عن مقبرة ومخبأ سري وحكومي آمن، وفي اوض محصنة ومراقبة للشخصيات المهمة اللي محتاجة حماية، وبيفتح باب سري باستخدام كود تاريخ ميلاد ايزي وبياخدها وبينزل تحت الارض، وبيدخلوا منطقة تحت الارض واسعة جدا وفيها اوض معيشة وغرف تحكم مركزية. وويليام بيشغل السيستم وبيوري بنته عشرات من شاشات المراقبة اللي متوزعة حوالين المكان كله، وبيفهمها ان المبنى ده بيقدر يقفل ويعزل نفسه بطبقات دروع تقيلة جدا في حالات الطوارئ. وبعد ما الاب بيمشي الشاشات بيحصل فيها لغوشة وتشويش، وسام بتصور العلامات السوداء اللي عمالة تزيد وتفرش في ايديها وبتبعتها لصاحبتها فال، وفال بتنصحها تحط تلج على ايديها. وسام بتخرج بره البيت علشان تاخد حمام ميه ساقعه، وفجأة الهواء والريح بيقفوا تماما، وبعدها بتبدأ تطلع اصوات غريبة والريح بترجع تهب تاني، ومن كتر القلق البنت بتدخل جوه البيت بسرعة. وسام بتحاول تتصل بجوزها مايك ولكن الخط بيحولها على البريد الصوتي والنور بيبدأ يرعش من جديد، فبتمسك كشاف وبتقعد تفتش في البيت كله، وفي الاول مش بتلمح اي حاجة، وفجأة بيظهر قدامها خيال كائن مرعب ووحش لحظة واحدة، وبعدها بيختفي في ثانية والنور بيرجع ينور تاني، وبتفتح الباب بس مش بتلاقي اي حاجة بره. وهي رايحة على أوضة النوم سيستم البيت بيعلن فجأة عن وجود اختراق أمني، والمكان كله بيقفل وبينعزل تماما، والتليفون بتاعها بيفقد الشبكة والإشارة بتقطع خالص، وأصوات الصريخ الحادة بتملى الجو حواليها، وفي حاجة مش مرئية وكأنها بتتحرك وبتعدي من جنبها بالظبط. ومن كتر الرعب البنت بتطفي النور وأكرة الباب بتبدأ تلف وتتحرك لوحدها، ولما بتنور الكشاف عليها الحركة بتقف فجأة، فبتجمع آخر حبة شجاعة عندها وبتفتح الباب، وفي الأوضة اللي جنبها النور بيرعش وبتلمح مخلوق واقف ورا الشباك، ولما بتبص تاني مش بتلاقيه، فبتجري بسرعة على المخبأ السري تحت الأرض علشان تستخبى وتأمن نفسها. وجوه أوضة الكاميرات سام بتقعد تراجع التسجيلات واللقطات القديمة، وفي شاشة منهم بتعرض للحظة سريعة شكل مخلوق قبل ما تشوش وتلغوش، والبنت بتبقى هتموت من الرعب وجالها سكتة قلبية من الخوف، وبتنام في مكانها من كتر التعب والإرهاق. وتاني يوم الصبح صوت الإنذار بيصحيها من النوم، فبتسيب المخبأ وبتطلع فوق وبتلاقي أبوها ويليام والفريق الطبي مستنيينها، وبتشرح لهم اللي حصل مع النور والاختراق الأمني اللي عاشته بالليل. لكن ويليام بيقول لها إن ده غالبا عطل من المولد، وبيبعت العساكر علشان يفتشوا المكان، وبيوعدها إنه هيقلب البيت كله ويفحصه بنفسه في الوقت اللي هي بتعمل فيه الفحوصات الطبية. وأثناء الفحص الدكتورة ميشيل بتاخد بالها من الكدمات والعلامات اللي في إيد سام، وبتقول لها إن شكلها مش طبيعي خالص، وبتحدد لها ميعاد تعمل فيه أشعة إكس. ولحظة الفرج والراحة بتيجي لما مايك بيوصل البيت ومعاه البنت الصغيرة إيزي، وسام
وسام بترحب بيهم وبتستقبلهم، وويليام بياخد ايزي وبيروح عند التلسكوب وبيحكي لها ان هو اللي جاب لسام نفس التلسكوب ده زمان لما اتبناه وهي طفله صغيره. وسام بتاخد مايك على جنبه وبتعترف له انها شاكه ومقتنعه ان في مخلوقات معاها جوه البيت، وبتكشف له انها ممكن تكون جابت معاها حاجه من الفضاء، يعني من الاخر كائنات فضائيه. وقبل ما يكملوا كلامهم ايزي وويليام بيقطعوهم وبيدخلوا عليهم، وويليام بياخد سام وبيرجعوا لاوضه المراقبه تاني علشان يشوفوا تسجيلات الليله اللي فاتت، ولكن مش بيظهر اي مخلوق في الفيديوهات. وويليام بيشك في كلامها ساعتها بقى وقصتها كلها، وبياخد بعضه وبيمشي. وسام وهي قاعده لوحدها بتعمل اعاده تشغيل للسيستم وبتعمل مسح وفحص للمكان، والجهاز بيطلع تقرير بوجود 9 مخلوقات جوه البيت بجد. وبتخرج تنضم لعيلتها علشان يتمشوا بره، وايزي بتبعد عنهم وبتتمشى في الارض الفاضيه. وفجاه الاصوات الغريبه بتبدا تطلع من تاني، والكل بيقعد يصرخ وبينادي على ايزي باعلى صوت. والبنت الصغيره بترجع تجري عليهم وهي ماسكه في ايديها حشره غريبه، فبيأنبوها وبيزعقوا لها وبيحدفوا الحشره دي لبعيد. وفجاه اعداد مهوله من الحشرات بتخرج من الغابه، والاصوات بتعلى اكتر واكتر، والعيله بتجري بسرعه وبيرجعوا على البيت. والحشرات بتهجم وبتتكوم على الشبابيك الازاز، وبعد لحظات الحشرات دي كلها بتموت وبتسيب وراها ماده لزجه ومقرفه مغرقه المكان كله. وفريق التنظيف بيوصل على طول علشان يشيل القرف ده. وسام بتسأل الدكتور عن نتيجه فحص الماده اللي لاقوها على الخوذه بتاعتها، بس النتيجه لسه ما ظهرتش وما جاتش من المعمل. وجوه البيت ايزي بتحس انها تعبانه، ومايك بيقول ان البنت مجرد متوتره مش اكتر ومضغوطه من الجو اللي احنا فيه، وبيطلب من سام انهم يرجعوا بيتهم في الليله دي لان المكان هنا ما بقاش امن. ولكن سام بتمسك في رايها وبترفض تسيب البيت. ومايك وايزي بياخدوا بعضهم وبيمشوا، ولكن بيوعدوها انهم هيرجعوا لها تاني بعدين. وايد سام حالتها بتسوء وبتتبهدل اكتر، وفجاه وجع شديد بيضرب رجليها، فبتقلع جزمتها وبتلاقي دم مغرق المكان، فبتنظف الجرح في البانيو والنور بيبدا يرعش مره تانيه. وبتدخل تدور على النت وبتلاقي صور لناس عندهم نفس العلامات السوداء على جسمهم، وبيطلعوا كلهم كانوا ضحايا لمواجهات مع كائنات فضائيه. وظهر سام بيبدا ياكلها، وفي المرايه بتلمح نفس العلامات وهي عماله تفرش وتزيد على جلدها كله، والنور بيرعش لمره تانيه. وسام بتجري بسرعه علشان تشغل جهاز الانذار، وبتتصل بمايك وبتساله اذا كانت هي ام كويسه ولا لا. وقبل ما الراجل يلحق يجاوبها السيستم بيعلن عن وجود اختراق امني جديد، والمكان كله بيقفل والمخلوقات بتظهر حواليها من كل مكان. فبتجري علشان تلحق المخبأ السري، ولكن رجليها بتتزحلق وبتقع من على السلم. وهنا بتحس بماده لزجه ومقرفه مغرقه ظهرها، والتليفون بتاعها بيتكسر وبيتفرتك. وجوه اوضه التحكم الكاميرات في الاول مش بتظهر اي حاجه خالص، وجهاز المسح بيطلع تقرير بوجود مخلوقين في المكان، والسيستم بيحصل فيه لغوشه وفجاه بيظهر مخلوق على الشاشه. فالبنت بتطفي الجهاز وبترجع تشغله تاني، والمره دي الشاشه بتقول انهم بقوا 3 مخلوقات، وبتشغل خاصيه طرد الدخان وبتستخبى. ومن ورا الازاز بتعرف تلمح مخلوق منهم بوضوح لاول مره، والوحش بيعدي من جنبها من غير ما ياخد باله منها. فبتنقل لاوضه تانيه وبتقفل الباب وبتعمل عليه سد وتربسه بترابيزه كامله. والوجع بيضرب ايد سام بكل قوه، والعلامات السوداء بتبدا تنور وتشع ضوء، والبنت ما بقتش فاهمه ولا عارفه ايه اللي بيحصل في جسمها بالظبط. وفي نفس الوقت مايك وايزي بيوصلوا عند البيت المقفول، ومايك بينادي باعلى صوته على سام ولكن ما بيجيلوش اي رد. وايزي بتلمح حاجات بتنور وبتجري في اتجاهها، ومايك بيجري وراها وبيشيلها على ظهره. وسام بتعرف تهرب من نفق مستخبي وبتطلع بره البيت خالص. وبدل ما تلاقي عيلتها سام بتسمع اصوات غريبه بتشدها وبتجرجرها في اتجاه الكائنات الفضائيه. وفي اللحظه دي بيوصل ابوها ويليام ومعاه عساكر مسلحين باسلحتهم، وبيقعد يحذرهم ويفهمهم انهم بيتعاملوا مع تهديد ذكي جدا ومش سهل اطلاقا. وسام بتقف قدام الكائنات الفضائيه وبتترجاهم انهم ما يأذوهاش وما يعملولهاش اي حاجه لان عندها عيله. وبنشوف مخلوق منهم بيمد ايده وبيلمس راسها وبيتكلم بلغه الفضائيه، والغريب ان سام بتلاقي نفسها فاهمه كل كلمه هو بيقولها، والكائنات بتقول لها انهم افتقدوها وكانت وحشاهم. فالبنت بتسالهم هم مين، فبيجاوبوها وبيقولوا انهم عيلتها الحقيقيه. وساعتها سام بتتصدم وبتتنح من المفاجاه، والمخلوق بيقرب راسه من راسها، وهنا ذكرياتها القديمه كلها والخيالات المشوشه اللي كانت في دماغها بتصفى وبتوضح في الاخر، والبنت بتشوف الحقيقه كامله قدام عينيها. وسام بتكتشف انها كائن فضائي اصلا، وعيلتها الحقيقيه مركبتهم اتدمرت ووقعت على الارض من سنين طويله، والعساكر بقياده ويليام هجموا عليهم، ووقتها فرقوا الكل عن بعض، وهي اتنكرت واتشكلت في جسم طفله بشريه صغيره. وويليام لقاها واخدها لفه ودفاها واتبناها على طول، وقعد يدربها ويكبرها علشان تبقى رائده فضاء، ويكون هدفها في يوم من الايام انها تطلع وتجيب له باقي فصيلتها ونوعها لحد عنده. والكائنات الفضائيه بيشرحوا لها انهم هم اللي بوظوا الخوذه بتاعتها علشان يبداوا المفعول، ومصل التمويه وعلاج التنكر ده بياخد سنين طويله عقبال ما يشتغل، بس هم عمرهم ما بطلوا تدوير وبحث عنها. ومايك وايزي بيلمحوا سام في الاخر
وجسمها بيبدأ ينور ويشع ضوء جامد جدا وهي بتتحول لشكلها الحقيقي. وإيزي بتسأل باستغراب عن اللي بيحصل لأمها، وقبل ما سام تلحق تفتح بقها وتجاوب ويليام بيوصل للمكان وبيرفع سلاحه وبيطلب من الفضائيين يسلموا مركبتهم على طول. والأب بيعترف لبنته إنه طول عمره عارف حقيقتها وعارف هي إيه بالظبط، وإنه عايشها في حلم وحياة طبيعية بس علشان يجرجر الباقي ويخليهم يظهروا. وساعتها ويليام بيهدد بضرب النار، ولكن مايك بيهجم عليه وبيتخانق معاه علشان يعطله. وفي وسط الخناقة دي سام بتكمل تحولها بالكامل وبتظهر في شكلها الفضائي الحقيقي، وباقي الكائنات بينادوا عليها علشان تطلع معاهم. ومايك أول ما بيلمح العساكر وقوات الدعم جايين بيترجاها وبيمسك فيها علشان تمشي وتنقذ نفسها، وبيطمنها وبيقول لها إنهم هيبقوا كويسين ومش هيجرى لهم أي حاجة. وسام بتمسك إيد بنتها إيزي لآخر مرة وبتسلم عليها بطريقتهم السرية والمميزة، وبعدها بتاخد بعضها وبتطلع مع عائلتها الحقيقية. والعساكر بيقفوا عاجزين ومش قادرين يعملوا أي حاجة، وهم بيراقبوا الطبق الطاير وهو بيبعد وبيطير في الجو لحد ما بيختفي في وسط السماء. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.